السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات امان السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحة واحسن حال. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده طريقة تفريز السبانخ بطريقة سهلة وبسيطة من غير افتكاسات. هنا دي السبانخ البلدي، بتعرفوها من العنقود اللي انا وريتهولكوا اللي هو لونه محمر ده. بتعرفوا ان السبانخ دي بلدي وهتبقى مسكرة ومعسلة ان شاء الله. دول كانوا حوالي 3 كيلو سبانخ. تمام، وعليهم حزمتين كزبرة وحزمتين شبت. تمام. بصوا يا بنات، بننضف في ناس بتسيب العنقود دوت بتحطه مع السبانخ، انا بشيله. بقولك يعني لو انت هتسيبيه بتنضفيه بالطريقه ديت، وتنضفي بقى السبانخ الحته المصفره اللي هتلاقيها الورقه بتاعتها مخرمه، دي ما تاخديهاش. لازم الورقه تبقى خضره كده ومرعرعه وناعمه، هي دي اللي تاخديها. المصفره او المخرمه لا. وفي اللي هي بيبقى عليها زي بودره كده. بصوا، دي الطريقه اللي بقولكوا لو انتوا هتخلوا العنقود اللي هو البامبا ده لو هتخلوه تنضفوه بالطريقه ديت وتقطعوه. بصوا بقى، هنا كنت خلاص نضفتها ما شاء الله، وانا نضفت الخضره وحطيتهم كلهم على بعض في طبق بقى غويط معاكي. تحطي معلقه كده صغيره ملح ليمون عشان تعقميه يعني وتنضفيها من بقى الرش اللي بيترش بيه الخضار والتراب بتاع الارض وكده. وتلات اربع خمس معالق خل. يعني تحطيه زي ما انا بوريكي كده، وتسيبي. بصوا الميه اصلا يعني قربتلكوا وهي كده لسه ما تنقعتش. بصوا الشوائب والنقط الصغيره. بنسيبها حوالي 10 دقايق ربع ساعه في الميه دي. وبعد كده بنفضل نغسل بقى، نغسل مره واتنين وتلاته لغايه لما الورقه تبقى يعني بتزيق معاكي كده من النظافه زي ما انتم شايفين. واسيبها بقى حوالي 10 دقايق تتصفى. بصوا حوالي نص ساعه ولا ايه تتصفى. بصوا كانت صفت بقى الميه خالص اللي فيها. سبتيها ساعه براحتك يعني، سيبي المهم انها تبقى ناشفه. تصفي الميه خالص. وبتخرطيها بالطريقه اللي تحبك، على ايدك على بلانشه براحتك. انا طبعا بستسهل ان هي تبقى على ايدي، وبخرطها عادي على ايدي التخريطه العاديه بتاعت السبانخ، ان انت بالخضره بقى يعني، انت بتاخدي السبانخ بالخضره بكل حاجه. وتخرطيها زي ما انا بوريكي كده بطريقه سهله جدا. لو انت مش هتعرفي تتحكمي في ايدك الكميه واخداها كبيره، حطيها على بلانش قطعي عادي. بس انا صراحه بستسهلها زي ما قلتلكوا كده، ان هي ايه تبقى في ايدي. صلوا على النبي يا بنات عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. يا رب يجعل بيتنا كلها عمرنا بالخير. انا هنا على فكره كنت جايباها هنا بقى بعد ما قطعتها. يعني انت كل ما تنزلي السوق لقيتي حاجه، الحاجات دي بتبقى خير وعمار في البيت. اللي تقدر عليه كيلو نص كيلو هاتيه واعملي. جبتي كيلو هتاخدي منه نص، شيلي النص التاني في الفريزر ينفعك وقت زنقه. هنا بقى كنت خلاص بقى قطعتهم وضربتهم كويس في بعض عشان يبقى السبانخ بالخضره كلها مع بعض. وبتاخدي كميه الكيس اللي انت عايزاها. هم هنا عملوا لي 3 اكياس، وده شكل الكياس. بحطها في الديب فريزر وبطلعها على الاستخدام على الحل على طول. وده كان فيديو النهارده. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير. مع السلامه.